ازاي اندونيسيا ممكن تلغي الدوري الهولندي؟ المهم في هولندا ما ينفعش يبقى عندك جنسية مزدوجة، يعني في الكورة لو قررت تمثل منتخب تاني الجنسية الهولندية هتتسحب منك تلقائيا، وده سبب المشكلة لأن نادي بريدا لعب ماتش قدام جو هيد في الدوري الهولندي، وبعد الماتش اكتشفوا إن في لاعب في جو هيد اسمه دين جيمس، وده مثل منتخب اندونيسيا في 2025 واخد الجنسية الإندونيسية، وبالتالي فقد جنسيته الهولندية ومشاركته مع الفريق بقت غير قانونيه لانه لازم ياخد تصريح عمل عشان يقدر يشتغل جوه هولندا. فبريدا استغل ده وقدم طلب لاعاده الماتش، لكن الاتحاد الهولندي رفض، لكنهم ما سكتوش وصعدوا الشكوى لمحكمه اكبر وفي انتظار نتيجه الحكم. الاتحاد الهولندي خايف ان يتحكم لهم باعاده الماتش لان في 11 لاعب حصل معاهم نفس الموقف ولعبوا 133 مباراه، فلو مباراه واحده اتعادت فالفرق اللي لعب قصادها لاعبي مزدوج الجنسيه هتقدم شكاوي، ولو اتقبلت الماتشات هتتعاد وساعتها الدوري مش هيخلص وهيتلغي. تفتكر بقى المشكلة دي هتخلص على ايه؟